والله الواحد ما عارف يشكر مين ولا مين. يشكر خط الدفاع رامي ربيعة وياسر ابراهيم ومحمد هاني على التزامهم في اخر 6 ماتشات، وان احنا ما دخلش فينا غير 5 تجوان، ولا يشكر خط النص بقيادة مروان عطية والسولية اللي ما قصروش وأدوا كل اللي عليهم في آخر برضو 6 ماتشات وكانوا مسيطرين على نص الملعب في معظم الماتشات، ولا نشكر طاهر محمد طاهر اللي رجع من الإصابة كأنه ما كانش مصاب، كأنه كان بياخد أجازة ولا كان مسافر ولا كان حاجة، رجع بمستوى هايل هايل. ولا نشكر وسام أبو علي اللي جاب سوبر هاتريك ونجم ماتش النهارده، ولا نشكر امام عاشور اللي ما انتش فاهم هو بيلعب ايه، خط نص ومهاجم ومدافع وبيلعب كل حاجه وشايل كان الاهلي على كتافه ال6 ماتشات دول وبيعمل كل حاجه في الملعب. امام عاشور كان يا جماعه بيعمل كل حاجه في الملعب اخر 6 ماتشات. ولا نشكر جراديشار اللي الكواليتي بتاعه حلو جدا واللي كان برضو ساهم في كذا جون وكذا لعبه ال6 ماتشات الاخرانيين، تحركات حلو كل حاجه. ولا نشكر عماد النحاس اللي جه اخر 6 ماتشات ما قالش حاجه للعيبه غير ان هو لعبهم براحتهم وغير لهم نفسيتهم واداهم الاريحيه في الملعب. ولا نشكر بن شرقي اللي لما خد الفرصه ما قصرش، جري ايه، تحركات ايه، ترقيص ايه، لعب ايه، واداء ايه، وجري، وكل حاجه في الملعب بيعملها. الواحد مش عارف يشكر مين ولا مين، بس هنحاول في الفيديو ده على قد ما نقدر نشكر كل واحد ونقول كل واحد عمل ايه. كالعادة معاكم محمد ناصر في كوره وسبوره، واللي يوصل له الفيديو لايك شير وكومنتات، قولوا لنا رايكم ايه عشان ده بيساعدنا. يلا بينا نبدا. بدايه كده في الغالب اكتر 2 هنشكرهم، او اكتر 2 كان ليهم تأثير جامد جدا على فوز النادي الاهلي بالدوري رقم 45 والدوري الاغلى والاصعب والاشرس، واللي كان منافسنا اللي هو بيراميدز اللي هو تقريبا كان السبب في ان الدوري يرجع تاني فيه منافسة وفيه اثارة، وانت قاعد لحد اخر 6 ماتشات بتقول يلا، وكل ماتش راجع كأنه بطولة، كل ماتش نازل كأنه بطولة. ليه؟ لان المنافس اللي قدامك قوي جدا، وكل الاحترام بصراحة البيراميدز عملوا دوري قوي جدا. اي نعم هم جم في اخر كام ماتش تحس ان هم برضو بطولة افريقيا ونهائي بطولة افريقيا ايه، خد منهم شوية، خد من تركيزهم، خد من المجهود بتاعهم، خد من الاداء بتاعهم البدني جوه الملعب. فتحس ان ايه يعني قصروا شويه في الدوري وخسروا من فاركو وخسروا مش فاكر من مين تاني. بس في المجمل بيراميدز عامل دوري حلو جدا. يعني فكرنا بايام ما كان الزمالك والاهلي كده يعملوا دوري حلو قوي يتحسم برضو في اخر كام ماتش. هنشكر عماد النحاس اللي لما جه انت معرفتش يعني ما ادركتش او ما كنتش فاكر او كنت ناسي طريقه لعب الاهلي عامله ازاي. انت كنت قربت نسيت قربت تنسى الاهلي بيلعب ازاي هجوميا مع كولر في اخر كام ماتش، وخصوصا بدايه من 2025 احنا كنا الاهلي على طول يا جماعه واخد وضع دفاعي. مش عارف ليه فكرني بسيميوني، وما تحس ان هو كان بيتفرج على سيميوني، ديجو سيميوني اتاثر بيه قوي في طريقه اللعب بتاعته. الاهلي بيدافع بس بيلعب على الهجمات المرتده، وان امامي ياخد الكرة ويجري يديها لطاهر او بن شرقي لو نزل اصلا لما كان بيديله ربع ساعه بس في الملعب، ولا وسام ابو علي تحركتين 3، ولا جراديشار اللي كان مقعد وسام ابو علي ويلعب جراديشار بس، واوقات يلعب الاثنين واوقات يلعب وسام ابو علي. تحس كده الدنيا انت كنت نسيت الاهلي بيلعب ازاي. فين يا جماعه روح الفانيلا الحمراء؟ مفيش. فين هويه الاهلي؟ مفيش. فين اللعيبه اللي تاخد لك نص الملعب لقدام ما بتنزلش؟ فين المهاجمين اللي المفروض اصلا بيحركوا الملعب قدام ما بينزلوش؟ فما تحس كده كان في حاجه غلط. المهم جه عماد النحاس تحس ان هو ما عملش حاجه غير انه يا جماعه هنزلكم في اماكنكم الصح من اول الماتش، هنزل الناس اللي المفروض تنزل اول الماتش والعبوا وعيشوا وانصبوا السيرك يا باشا في كل ماتش. احنا اخر 6 ماتشات في ماتش كسبانينه 5-0 وماتش 6-0، 11 جون في ماتشين، ده مش قليل خالص. ده مش قليل خالص انك تجيب النهارده 6-0 مع الرأفة، ده مش قليل خالص. وان وسام ابو علي يجيب 4 تجوان واسيست ويكاد يكون هيدخل في المنافسة على هدافين الدوري، ده مش قليل خالص. الراجل كان راجع بعد الإصابة، أول كام ماتش ليه ما كانش شايف قدامه. إن هو في آخر 6 ماتشات يعمل معاك كده، يجيب يساهم في أكتر من 7-8 تجوان أو أكتر كمان على ما مش فاكر قوي يعني. لا يا جماعة وسام أبو علي لعيب كواليتي والله العظيم. أنا مستخسره في الدوري المصري. أنا أهلاوي، أنا فرحان إن الأهلي كسب الدوري، أنا فرحان إن عندي مهاجم زي ده ما جاش من زمان. من زمان ما عندناش مهاجم زي ده، من عماد، من ايام البيك بتاع عماد متعب احنا ما عندناش كده.
احنا ما جاش عندنا مهاجم غير وليد ازارو. وليد ازارو يا عيني تحس انه مطولش، قضى موسم خد فيه هداف الدوري وكان بيطلع نار من بقه، وفجأة تحس ان الدنيا راحت. احنا من بدري قوي ما عندناش مهاجم زي وسام ابو علي. وانا فعلا يعني مستخسره والله في الدوري المصري. الواد ده يلعب في احسن الانديه بره. والا امام عاشور يا جماعه ايه اللي بيعمله ده؟ انا صفقه امام عاشور بالنسبه لي عامه مع الاهلي انا ما كنتش راضي عنها كواحد اهلاوي، ان مؤمن دايما بانه المبادئ والقيم بتاعه النادي الاهلي والحاجات دي اللي احنا اصلا المفروض ان احنا مش بنتخلى عنها. انا صفقه امام عاشور كانت بالنسبه لي بصراحه علامه استفهام كبيره جدا. انه ازاي يا جماعه واحد زي ده كان بيطلع يشتم في كذا، وكان بيطلع يكسر في ده ويطلع يتخانق مع وليد سليمان في الماتشات ويطلع مش عارفه ايه. انا ازاي واحد زي ده اجيبه؟ بس امام عاشور في الموسم ده يا جماعه، وخصوصا برضو في اخر 6 ماتشات اللي احنا كسبناهم، لا يا جماعه مش ممكن. مش ممكن. بداية من لقطة ماتش بيراميدز، اللقطة اللي هي طبعا الناس كلها عملت عليها حفلة ونزلت على السوشيال ميديا ساعتها وكسرت الدنيا، وانا برضو كنت حاسس ان هي اوفر. بس اللقطة دي فعلا بتلخص ازاي امام عاشور الموسم ده كان راجل، كان شايل الاهلي على كتافه وطالع بيه لقدام. انت كان في عز ما نص الملعب مش مساعدك، انت امام عاشور كان بينزل نص الملعب يستلم من المدافعين الكوره ويطلع يسلم للمهاجمين الكوره، يا اما هو اللي يشوط يجيب جون. امام عاشور الماتش اللي فات يا جماعه جايب حته جون عالمي، جايب جون عالمي ما حصلش من بره ال 18. اي نعم بيشوط كتير وبتجلي منه كتير، بس الاجوان اللي الكوره اللي بتيجي في رجله ما بتقلش وبتخش في الجون بتطلع احلى ما يكون. بصراحة هو خرسني، هو كتمني، هو اجبرني على ان انا احترمه، هو اجبرني على ان انا اقول يا جماعة لا الراجل ده السيزون ده احلى لعيب في الاهلي واحلى لعيب في الدوري، احسن لعيب في الدوري المصري. مرتاح. مرتاح يا باشا. الراجل بيعمل كل حاجة، جري بتلاقي، التحامات بتلاقي، دفاع بتلاقي، هجوم بتلاقي، ترقيص بتلاقي، كل حاجة عند امام عاشور السيزون ده بتلاقيها. لا يمكن، لا يمكن تصدق ان ده امام عاشور اللي هو ايه، اللي انت اتعاقدت معاه واللي هو اصلا جاي من بره منطفي، واللي هو تحس ان هو اول مره اول كام ماتش معاك ما كانش احسن حاجه، تحس ان هو كمان كده اللي هو بدأ ياخد سكه المشاكل بتاعت كهربا وانه خناقات مش عارف في مول ايه ومش عارف ايه، بتبتدي تحس ان هو ايه، خد سكه كده ايه، اسمه ايه ده، صالح جمعه. تحس كده، انا كنت ابتديت احس ده، لا خلاص ما هو ما لعيب شاب عيل صغير، وبعدين مشاكل ايه ومول ايه ضرب امن بتاع ايه ومش عارف. كنت ابتديت احس ان هو خد السكه دي اللي هي بتاعت الخناقات بقى، واللي هي بعيدا عن الكوره. احنا دايما كده اللعيبه الحريفه عندنا تاخد السكه دي. بس رجع شد بصراحه الموسم ده، سواء الفتره اللي ما كانت مع كولر، تحس مستواه عالي جدا والتزم جدا جوه الملعب وبره الملعب. واخر 6 ماتشات يا جماعه مش معقول، مش معقول. وعايز اتكلم بقى عن حد، عن علي معلول. علي معلول يا جماعه 8 سنين مع الاهلي او اكتر. علي معلول جاي 2016، تقريبا 9 سنين. هنقول السنه اللي فاتت دي كان كلها مصاب. 8 سنين يا جماعه في النادي الاهلي علي معلول بيلعب اساسي، ما بيطلعش بره الملعب، ما بيطلعش من الملعب. واللي يجي واحد زي كولر عشان مش راضي عنه ينزله يلعبه مع الناشئين وما يدروش قيمته وما ينزلوش. ويجي برضو عماد النحاس، بصراحه انا دي ما كنتش متفق معاه فيها خالص وكنت متضايق منه جدا، اللي يقول له قوم غير عشان تنزل الماتش اللي فات، وبعد كده يقعده، وبعد كده ياخده ينزله اخر دقيقتين ولا اخر 3 دقايق في الماتش. لا يا جماعه مش علي معلول اللي تعمل معاه كده، معلش. انا كان عندي ازمه كبيره قوي في ان احنا مش بنعامل النجوم بالطريقه اللي يليقوا بيها. واحد زي عماد متعب برضو ما خدش حقه في اخر ايامه مع حسام البدري، لما كان برضو بيقعدوا دكه وبرضو ما كانش بيرضى ينزله. وبرضو لقطه النهارده امام عاشور لما الناس كلها بتحاول ان تخلي امام عاشور يجيب جون، دي لقطه بالنسبه لي بتفكرني بلقطه جون حسام غالي لما برضو كان مصر ان عماد متعب يجيب جون في ماتش الجونه تكريما ليه. دي لقطات حلوه كده مضيئه في الاهلي. علي معلول يا جماعه الراجل ده نجم الجيل الحالي والجيل السابق. اللي هو الجيل السابق ده اللي هو اصلا ما كانش فيه نجوم كتير، الراجل ده كان شايل الناحيه الشمال على كتافه لمده 8 سنين، كان بيعمل حرفيا كل حاجه. ترجع يغطي دفاع يرجع، ترجع اطلع هجوم عشان عرض العرضيات بتاعتك اللي بيجي منها جوان يطلع، يعمل ثنائيات مع اي حد يجي يلعب معاه في نفس المكان يعمل. علي معلول يا جماعه ما سابش، والله الراجل ده لازم يتكرم. لازم مشاهيره من الاهلي تبقى بالطريقه اللي تليق بواحد كابتن نادي من كباتن النادي الاهلي الكبار، اللي قعدوا 8 9 سنين في الملعب مع النادي الاهلي بيلعبوا
ولاء بتلاقي، مجهود بتلاقي، تخليص بتلاقي، كل حاجه بتلاقي، ومخلص جدا للنادي الاهلي. تحس انه واحد من ولاد النادي الاهلي. انا بتعامل مع علي معلول ده على انه مصري، واحد متربي في الناشئين بتاعه النادي الاهلي. مش معقول، مش معقول يا جماعه. الراجل كان بيلعب في اعلى مستويات على فكره في تونس. الراجل كان بيلعب في انديه كبيره في تونس يعني، وكان برضو في دوري ابطال افريقيا، وكان برضو لما جه له عرض النادي الاهلي فضل انه يروح النادي الاهلي. والراجل كل ما يطلع يحسسك ان هو انا متربي يا جماعه في النادي. مش معقول يا جماعه. علي معلول، الواحد لو هيتكلم عن علي معلول لحد الصبح مش هيكفيه كلام. الراجل بيعيط النهارده وهو عشان اخر ماتش ليه، ولا لما نزل عمل الاسيست اللي عمله. ايه يا جماعه اللحظات دي؟ ايه اللقطات اللي احنا بنعيشها دي؟ ايه الفرحه دي؟ الماتش النهارده يا جماعه كله فرح، كله فرح. من الست اجوال، من اللعب الحلو، من الروح الحلوه، من الجماهير اللي مش ساكته من اول الماتش لاخره. الجماهير النهارده يا جماعه عملت تشجيع خرافي. انا قاعد بتفرج على الماتش سامع صوت الجماهير لحد حتى استلام الجايزه. مش طبيعي. الجماهير النهارده يا جماعه جميله جدا. لا، الماتش النهارده يفرح. الماتش النهارده انت اتنفست كده كاهلاوي واتنفست كاهلي تروح كاس العالم للانديه نفسك مفتوحه. يا جماعه الفرقه اللي معانا دي، احنا شفنا النهارده التبديلات لما عماد النحاس بيبدل. فرقه نازله، فرقه في الملعب وفرقه نازله. وجاي لك 5 لعيبه، اللي اليو ديانج قاعد وكريم فؤاد قاعد، وجاي لك تريزيجيه، وجاي لك حمدي فتحي، ولسه زيزو. انت جاي لك 5 لعيبه على الفطاحل اللي عندك في الملعب. انت يا جماعه مستوى الاهلي النهارده ده، هو ده المفروض ان ده اللي يبقى الطبيعي كل ماتش. المفروض ان ده الطبيعي، انت تنزل تكتسح اللي قدامك، تاخد الاخضر واليابس اللي في سكتك. ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاع الاهلي. احنا كان بقالنا كتير قوي ما شفناش الاهلي كده يا جماعه. لا لا، بجد بجد والله. انا فرحان، عارف؟ مش فرحان بس ان احنا خدنا الدوري، فرحان ان احنا معنوياتنا عاليه. فرحان ان الاهلي النهارده كان حلو جدا. كان انت بتتفرج مبسوط. جماهير الاهلي يا جماعه مبسوطه، واحنا نستاهل نتبسط لان احنا جماهير الاهلي. ما هو مش لو احنا ما انبسطناش مين اللي هيتبسط؟ لا 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 لا، الواحد مش مصدق ان شكلنا النهارده كان جميل جدا. ولو ده الشكل اللي احنا استمرنا اللعب بيه والروح اللي استمرنا بيها دي، انا اؤكد لك ان احنا هنعدي دوري المجموعات في كاس العالم للانديه. احنا طموحين، احنا بنحب نحلم، احنا بنحب مع الاهلي نروح لبعيد. نروح لبعيد يا باشا، احنا ده حقنا، احنا الاهلي. فطبيعي نروح لبعيد. ما تطلبش مني ان انا ما احلمش. احنا جماهير النادي الاهلي احلى، اعظم فريق في قاره افريقيا. وخلصنا بقى كلام عن الماتش والاهلي، نروح بقى للقطه غريبه جدا بصراحه. لقطه الجهاز الفني ولاعيبه بيراميدز لما بيحتفلوا بعد الماتش بتاعهم. انا مش فاهم، هم كانوا فاكرين ان الاهلي هو اللي خسران 6-0 ولا ايه؟ مش عارف. بس عامه كل الاحترام بصراحه، البيراميدز خلى الدوري فيه منافسه وخلانا نفرح. خلانا احنا نفرح بالدوري السنه دي. الدوري السنه دي ليه طعم وليه تمن كبير قوي قوي. تمنه ان احنا قعدنا من اول السنه لحد شهر 5 او شهر 4 احنا بنتعذب بطريقه لعب كولر الجبانه اللي ما كانش بيلعب مهاجم. انا كان نفسي بصراحه كولر يتفرج على ال6 ماتشات دول، يبقى موجود هنا في مصر في المدرجات قاعد بيتفرج بس الاهلي بيعمل ايه بالسكواد بتاعه. بتفرج بس ان هو ما بينزليش قفشه ولا بينزليش بن شرقي ان هي يخليه ينزل اخر 10 دقايق في الماتش. قفشه بن شرقي ياخد الماتش من اوله يا جماعه، من اوله. ممكن مثلا تطلعه في اخر ربع ساعه، انما مش تنزلهولي اخر ربع ساعه. ده واحد بيبدا ماتشات، ده واحد بيغير في نتائج ماتشات، ده واحد بيدي اسيستات، ده واحد بيرقص، ده واحد بيمتع لك عينك، بيمتعك بالكره اللي هو بيلعبها. لا، اللي حصل النهارده ده حلو قوي قوي قوي، وبسطنا ومدينا معنويات حلوه قوي لكاس العالم للانديه. مبروك بجد، مبروك للاهلي، ومبروك لكل جماهير الاهلي، ومبروك لواحد واحد من لعيبه الاهلي الرجاله، ومبروك لعماد النحاس اللي انا بصراحه بحبه من قلبي والله. بحبك يا عماد يا نحاس والله من قلبي. اشوفكم في حلقة جديدة يا جماعة من كورة وسبورة. كان معاكم محمد ناصر. ما تنسوش لايك، شير، كومنت. سلام.